اما الواحد اللي بيبعت لي بيقول لي الواد ابو ضفيره المكفي على وشه، انا بس عايز اقول لك حاجه يا عبيط يالا، انا مقدم ضدك بلاغات، هتروح النيابه تمام؟ انت مصمم ان انا كنت متجوز واحده اسمها هاله بالعافيه بالعافيه وطلقتها وجبت لها محامي، فالنيابه هتقول لك تعالى يا كلب يا ابن الكلب اثبت بقى اللي انت بتقوله ده. اصل الجواز ادام محلل طبعا يبقى ايه؟ يبقى مأذون. مأذون رسمي. تمام؟ هتتجاب يالا من قفاك، وفي اليوم ده انا اللي ادخل العصايه عشان انت مش عايز تحترم نفسك. هلا مين يالا اللي ده؟ خلاص يا عم جوزين واحده اسمها هلا وخلاص. الراجل ده بيعرفني من ايام ما كنت طالب في الجامعه. يا كلب يا ابن الكلب، عمري ما اتجوزت واحده اسمها هلا، ولا رسمي ولا رسمي ولا عرفي ولا طلقتها ولا جبت لها محلل. يا ابن الكلب يا اللي مراتك فضحتك اللي كنت بتجيب لها الرجاله يا وسخ يا ابن الكلب، واروح النيابه. تعالى مش انت هتقول انت يا عم الجواز ده حاجه بتثبت مأذون، هي قسيم الطلاق وجبنا المحلل. يا ابن الكلب يا واطي، يا مكفي على وشك يا وسخ، يا مكفي على وشك يا وسخ. الخطيب مش هينفعك، اسمعني انا. كان نفع كهرباء. كان نفع كهرباء. واللي حاميين الخطيب دلوقتي عرفوا اللي بيهرب وقت ازمات مصر. ولا سيادتك لسه ما عرفتش؟ ولا سيادتك لسه مصمم اعمل فيديو اعتذر له؟ وقلت لك انا ايه بقى؟ ولا حتى في سري، ومكمل للاخر. فالواد اللي مصمم ده مجنون. طب يعني شوف لنا هلا دي فين يا عم؟ ما تشوفها لنا فين دي اللي بيقول لك واتجوزها وطلقتها وجبت لها محلل. طب جبت لها محلل ليه؟ مثلا انا مش فاهم. طب اجيب لها محلل ليه؟ ما تتحرق. واخد بالك؟ يا واطي يا ابن الكلب يا وسخ، ده انت نسوانك فضحوك يا وسخ، يا مكفي على وشك. وامه وابوه فضحوك يالا. واقسم بالله العظيم سيبك من القانون، هنتقابل في النيابه ده طبيعي. اصغر محامي في مكتبي لا مؤاخذه مع العصايه، ده اصغر محامي في مكتبي. واحنا النهارده لا اهلي ولا زمالك، وامبارح احنا لا اهلي ولا زمالك، مصر. طيب دلوقتي الاخ عمرو اديب، انا بس عجبني الصوره، لا في صوره والنبي قطاطه وممدوح عباس والست ام الواد ام علاء. هاتي لي كده والنبي. لا ممدوح عباس ليه صوره ثانيه غير دي من فضلك. لا احنا نقعد نهرج صلاح عيب. بس بقول لك يا ابو ضفيره ورحمه امي ما هتتساب، وهو مش هينفعك. ده دلوقتي بيلموا له وبقول للواد اللي اسمه كهربا والله انت يا ابني صعبان عليا، اقسم بالله العظيم صعبان عليا. انت دمرت مستقبلك بايدك. بتلعب في نادي كبير وقلت لي عايز يا ست، كان بيقول لي يا بابا يا بابا عايز اروح السعوديه، وديتك سنتين طلعوا له بحوالي 120 مليون جنيه. تمام؟ وكنت في المنتخب ومنور. ضحك عليك؟ خلص عليك؟ تصدق وتامن بالله يا كهربا انت كلاعب حريف قد محمود الخطيب 100 مره، زي طاهر ابو زيد كده، عبد العزيز عبد الشافي. لا الاهلي مطلع. كنت اتفرج على رفعت الفناجيلي اتمزج. ايه المهندس ده بتاع ابن دمياط؟ ايه عادل هيكل ده يا اخي الله يرحمه؟ مصطفى عبده وصالح. ايه مصطفى عبده ده؟ الممول المجري، كان هو اللي بيمول الكور دي كلها، وعمره ما عمل نفسه بيقع ويعمل بلانتي. هو احترف مع مفيد فوزي، قال له احيانا كنت بروح اوقع عشان واخد بالك ليه. وطارق سليم والسايس وصفت عبد الحليم اللي جارك عبد الحليم ومختار طاهر الشيخ طاهر الشيخ وطاهر ابو زيد. ايه ده؟ كل الاسامي وحسابه ابراهيم حسن. كل الاسامي دي ما فيهمش جمال. كابتن جمال عبد 78. ايه ده؟ وجمال عبد الحميد بطل الدوري كسبهم الكاس. صح يا كابتن. ايه ده؟ ايه النادي الاهلي ده؟ ايه ده؟ صحيح. ده كان في واحد اسمه عوضين مش عارف فاكرينه؟ طبعا طاوين جميل. عوضين. ايوه. ايه ده؟ الاهلي تاريخ خدني مش انت. ايوه. الاهلي تاريخ مش انت يا جمهور الاهلي، والله العظيم انا حافظ تاريخ النادي ده.
صالح عبده صالح الوحش كنت انا المحامي بتاعه. راجل مؤدب محترم، كان متجوز سيده هولنديه على ما اتذكر. تمام. صالح سليم انا محامي زوجته الفاضله زينب هانم. طبعا. لا الاهلي يا اخي، الاهلي اهلي تاريخ. هو انت عايز تختص الاهلي عليك انت؟ لا الاهلي مش انت. اقول لك حاجه، ابو تريك احرف منك. طبعا. والله العظيم محمد بشوف انا مختلف معاه سياسيا 100% مختلف معاه. ما انا كنت مختلف مع اسمه ايه دون جمال حشمه، وقفت دافعت عنه في مجلس النواب بتاع البحيره ده. لما جه التردود بتاع دمنهور وقال لك هو زور الانتخابات حزب الوطني، هو اللي كان مزورها. لا الاهلي ده نادي عظيم زي ما الزمالك نادي عظيم. انا بفتخر تقول لي تبقى رئيس وزراء ولا رئيس زمالك؟ لا انا عايز ابقى رئيس زمالك. اهو قول لي يا جماعه شكرا انا عايز ابقى رئيس زمالك. ليه؟ انا مولود السيد محمد زملكاوي طبعا. وكنا بنهرب من الكليه عشان نروح نتفرج على المطوشه في الملعب. ومحمد ما عرفش كان بيجيب الملايه بتاعت والدته الله يرحمها.